سؤال من إحدى أولياء الأمور بيقول: هو صعوبات التعلم بتتحسن ولا بتفضل طول العمر مع ابني؟ طبعا بتتحسن. وصعوبات التعلم هي إن ذكاء الطفل أو قدراته العقلية أو المعرفية بتبقى في المدى الطبيعي، أو في المدى المتوسط أو فوق المتوسط، ولكن عنده صعوبة في طريقة استقبال أو معالجة المعلومة، زي مثلا في مجالات القراءة والحساب والإنجليزي أو الكتابة أو الإملاء، أو حتى في الفهم القرائي أو التعبير. يعني المشكلة مش في قدراته العقلية أو القدرات المعرفية، ولكن المشكلة في الطريقة اللي بتوصل له بيها المعلومة. طيب، هل هي بتروح خالص ولا بتفضل موجودة؟ هي مش هتختفي فجأة، ولكن هتتحسن وهتقل بدرجة ممكن ما تبقاش مؤثرة على حياته ولا على تعليمه. وفي أطفال كتير كملوا تعليمهم